احنا اول ناس ايدنا السيسي، وللاسف خدنا قلم، ما يكملش غيره يكمل. ايه المشكله؟ البلد مليانه كفاءات، احنا مش هنبقى عباد اصنام. كنا حابينه على اساس ان هو يجي يريحنا، ما شفناش. يعني لما يكون عندك وزير التموين قاعد في سيراميكس يدفع له 7 مليون جنيه، طب ازاي هيقدر يتعامل مع شعب فقير ومحدود الدخل؟ الشعب مش وراه دلوقتي، الشعب دلوقتي ضده، هو مش قادر يفهم ده عشان هو معاه سلاح. وفي الاول كنا بالنسبه للناس كنا حابينه على اساس ان هو يجي يريحنا، ما شفناش. حضرتك انزلوا الاسواق، شوفوا الاسواق بتعمل ايه، شوفوا الغلاء. وبعدين انت حضرتك مش تذكره المترو بس، الخضار النهارده بكام، اللحم بكام، السكن بكام، وبعد شويه هتيجي قصه المواصلات دي اخر حاجه. لكن شوف الشعب اصلا عايش ازاي، بياكل ايه، بيفطر ايه، بيتعشى ايه، مفيش الكلام ده. واعضاء مجلس الشعب كل واحد في مكتبه، مفيش واحد بيتكلم عن الغلاء، هم كانوا 2 3 بيتكلموا عن الغلاء وبيحصل التشويش وخلاص على كده. احنا ذات نفسنا مش عارفين، يعني في خطاباته هو مع الشعب، واللي بيحصل معانا من الحكومه ان هم ضد الشعب. احنا مع يمين مش عارفين. لو في تغيير وهو هيغيرنا هننتخبه تاني، مفيش تغيير اكيد غيري وغيري وغيري هيمل مش هينتخبه تاني. يعني لو في تغيير، انت حضرتك لما تجيب واحد صالح وهيغير في البلد لازم عننا احنا هننتخبه تاني. ما هو في تغيير، انما ما حسيتش في تغيير هننتخبه تاني ليه؟ مش هيقدر يواصل، يعني مش هيقدر يكمل قصدك؟ ما يكملش غيره يكمل. ايه المشكله؟ البلد مليانه كفاءات، احنا مش هنبقى عباد اصنام. احنا اول ناس ايدنا السيسي، قلنا عشان يقمع المظاهرات وعشان يقمع التخريب وعشان يقمع العنف المستمر وعشان وللاسف خدنا قلم. مزيد من الضغط ومزيد من ما فيش تقدم، ما فيش اي خطوه، لا في اسعار ولا في انتاج ولا في تنميه ولا حتى المشاريع اللي بتتعمل، المشاريع الاستثماريه دي مشاريع طويله المدى. في اعتراضات كتيره وبدا في يعني حاله من حالات الاحباط وطبعا يعني والخروج على يعني شعبيته، تعتبر شعبيته حصل فيها تراجع جامد. يعني طبعا هو معروف ان في نص البلد كده اوريدي مش عايزاه حتى قبل اي حاجه، لكن حتى الشعبيه بتاعته اللي هي انصاره او كده لا، بدا يحصل عندهم خلاص ان الامور اصابتهم هم ذات نفسهم، اصابتهم في اكل عيشهم، في حياتهم اليوميه، في كده. في ناس عايزه ترجع ما قبل 25 يناير تاني، عايزه ترجع الروح دي ذات نفسها. رئيس الدوله ده يبقى زي الاب ويقعد ويبقى هو الكبير بتاعنا وما نقدرش نتكلم، وهو اللي بيرعانا وهو اللي مش عارف بيودينا المدرسه. الفكره دي في ناس حريصه انها ترجع تاني. لا، هو طالما الشعب مش عايزه يبقى اكيد ما يترشحش تاني، يعني خلاص كده اصواته قلت خالص. اصوات الرئيس يعني قلت، ما ينفعش. لان لو الرئيس دوت حب ان هو يمسك مثلا الرئاسه بالعافيه، هيبقى في مظاهره، هيبقى في انقلاب تاني. يعني كل مثلا رئيس مثلا بياخد 4 سنين ياخد فتره الرئاسه بتاعته، ولو الشعب رشحه ممكن يكمل، لو ما رشحوش ما يكملش. في مصر اعتقد ان في مجموعه بيبقى حوالين الرئيس بينقلوا صوره غير الواقع. لكن انا واحد من الناس صدمت لما الرئيس النهارده نزل على الصفحه بتاعته تصريح كان خطير جدا، لما قال ازاي هشتغل وانا حاسس ان الشعب بتاعي يعني بدا الرئيس فعلا يحس. لان الرئيس ممكن يكون ليه انجازات، الرئيس ممكن يبقى ليه انجازات، لكن في حاجه مش قادر اتوقعها. الناس يهمها الحياه الاقتصاديه. الحياه الاقتصاديه دلوقتي بقت صعبه، والحكومه حكومه مرفهه. يعني لما يكون عندك وزير التموين قاعد في سيراميكس بيدفع له 7 مليون جنيه، طب ازاي هيقدر يتعامل مع شعب فقير ومحدود الدخل؟ هو جاي حضرتك بسلطه من الشرطه والجيش، هم اللي بيحموه. الشعب مش وراه دلوقتي، الشعب دلوقتي ضده، هو مش قادر يفهم ده عشان هو معاه سلاح ودبابات وشرطه، عايزين يموتوا بالشعب المصري. هو الشعب حضرتك هم دلوقتي نقطه ضعفهم الشعب، فهو عايز يذل الشعب عشان عمل ثوره، عشان يعيش حريه عداله اجتماعيه. طبعا لغايه دلوقتي ما اتحققتش اي حاجه من دي. هو عايز يهمش الشعب المصري، ما يخلوش بلا قيم بلا تعليم، ما يبقاش الانسان المصري ليه اساس اصلا. هو عاوز احنا نبقى لا مؤاخذه العبد في البلد دي، هو السيد. ما ينفعش، احنا الشعب صحاب البلد دي، لازم احنا ناخد حقنا، لازم ننزل نطالب بيه، مش هنسكت تاني. انا نزلت ثوره وما زلت بقول لازم هكمل الثوره، ولازم الثوره دي تاخد حقها، ولازم ندفع ثمنها عشان تتحقق.